وصلنا 1K، فحابب اشكر كل اخواتي وهنفضل مكملين ان شاء الله لحد ما نوصل لاعلى الارقام. وزي ما انت شايف قال اخوك ان احنا كل يوم بننزل عظمه، فلو انت لسه مشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يظهر كل جديد وانزل اعمل تعليق اننا وصلنا 1K. تمام قلب اخوك. دلوقتي هنبدا بالشرح بتاعنا اللي هو عن طريقه حذر الارقام. تمام. اول حاجه دلوقتي نسخه العكس ديت هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو بتاع اليوتيوب ده، وهتلاقي هتخش على قناه التليجرام بتاعتي هتلاقي نسخه العكس دي. تمام. البند اللي احنا هنحتاجه برضو هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو، هتخش على قناه التليجرام هتلاقيه، بس البند ده هيبقى باسورد. تمام يا قلب اخوك. دلوقتي كل اللي انت هتعمله ان انت هتسمع الشرح من الاول للاخر عشان تسمع الباسورد برضو ده وهتفهم الشرح ماشي على ايه. تمام كده. اول حاجه البند ده هيبقى بتشويش عشان ما يطيرش الفيديو يعني وكده، عشان يعني كله يطير ارقام. اول رقمين في الباص خدهم معايا هيبقى 20. تمام. البند ده لو انا هاخد انا نسخه كده واخش دلوقتي معاك واطير لك رقم واقول لك هتعمل ايه بالظبط. تمام كده. انا خدت البند كله نسخ، وكده هنخش على نسخة العكس بالشكل ده، وده الرقم اللي احنا هنطيره اللي هو اخره 45. نخش عليه كده ونبعت له اي كلام بس هنتأكد ان هو فاتح. تمام. هنقوم واخدين برضو الرقم ده هناخده نسخ وهنخش على اي نسخة توثيق عندنا برضو هنتأكد ان الرقم لسه مطرش. تمام. يعني هنحط الرقم ده كده وكده الرقم شغال معانا. ناخد السكرين ده اللي هو قبل، وكده خدنا السكرين ونتأكد برضو ان الرقم شغال. على الرقم اللي احنا هنطيره هنحط البند بتاعنا، نخش على العكس الاول نفعله. تمام. وبعدين هنيجي هنا نحط البند بتاعنا ثانية، وهنحط برضو الرقم بتاعنا كده في الاخر. تمام. رقم اخره 45. نيجي هنا كده، وبرضه خلي في دماغك ان البند ده هيبقى بتشويش برضه عشان الفيديو ما يطرش. ونقفل زر العكس بقى ونستنى لحد اما الرقم يرد علينا. تمام. رقم برضه وكده زي ما انت شايف ان النمبر رد علينا. هو ده عامل مسابقة اصلا على الواتساب وكده، فعشان اخش له واعمل ايموجي بعد ما قلت له عاوز اشارك في المسابقة فقال لي نيمك. تمام. هنكتب له مثلا المشاكس كده، ونيجي هنا بقى نعكس على البند. كل اللي احنا هنعمله هنحط بالظبط يعني قول 5 أو 7 بلاغات على البند ده. 1 2 3. اهم حاجة يعني ما يعملكش بلوك، لو عمل بلوك متعرفش انك تطيره. 3 4. وبرضه قلب اخوك يعني اول ما البند ده ينزل ممكن من كتر الاستعمال ان هو يتحرق، فبرضه في بندات بتبقى مدفوعة لو انت عاوز هتلاقي اليوزر بتاعي في قناة التليجرام، فانك تخش تكلمني عادي واديك البند جديد والشغل ده. تمام. تعمل فوق السبع بلاغات او فوق الخمس بلاغات كده على البند ده، واحنا بنعكس من نسخة واحدة يعني مش اكتر من نسخة. تمام. واصل معايا. وهنخش بقى على الرقم من جوه نفسه بس نتأكد برضو ان هو معملش بلوك. هنخش هنا نعمل برضو بلاغات، يعني قول 10 بلاغات هنا برضو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كفاية كده. هنخش نتأكد ان الرقم طار ولا لسه مطرش. نعمل هنا كده، وزي ما انت شايف قلب اخوك ان الرقم طار قدامك اهوت اخره 45. تمام كده. هناخد عليه السكرين برضو ونيجي نخش القبل والبعد. الرقم اخره 45 زي ما انت شايف اهوت، زي ما انت شايف ان الرقم اخره 45. تمام. اهو. وبس كده قلب اخوك. زي ما انت شايف ان النمبر طار معانا ومن 5 بلاغات بس ولا من 7 بلاغات بس زي ما انت شايف في الفيديو. النمبر طار بكل سهولة وما عملناش اي حاجة الا عكسنا عليه من نسخة واحدة بس. تمام. وخد اخر رقمين معانا في الباص هيبقى 50. تمام. دلوقتي وزي ما قلت لك ان البند ده هينزل يعني ممكن يقعد، لو في ناس كتير استعملوه اكيد ان البند هيقف. فبرضه زي ما قلت لك اليوزر بتاعي في القناه التليجرام هتخش تكلمني، ولو انت محتاج بند جديد او محتاج بند مدفوع انك تستعمله لك لوحدك برضه مفيش اي مانع.
وبس كده قلب اخوك، وده الشرح بتاع النهارده. ما تنساش انك تشترك في القناه، وتصل مشتركتش وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك اشعار على طول. وسلام.